البحريني يقود هذا اللقاء بقيادة علي حسن إلى أرضية الملعب. مشاهدينا الكرام من جديد إلى ركض جديد وإلى الفصل الثاني بحكايته الكاملة عما ستكشف لنا الأهلي اليوم، مطالب من أمام جماهيره ومن خلف الشاشات الذين يجلسون في الساحل الغربي في جدة وفي كل أنحاء المملكة العربية السعودية. أما أنتم أيها الحاضرون الأعزاء فشكرا جزيلا على هذا الوصول وهذا السعد الكبير عقيب الغيث آخر من نزل، وهذه بعض اللاعبين الغائبين عن هذا اللقاء وبعض الحضور الخاص لهذا اللقاء والذي الكل يتابع. قبل قليل كان ظهرت أيضا نذير بلحاج الجزائري في متابعة خاصة. بعض الجماهير المتعطشة والمتيمة في حضور كرة قدم بحضور جماهيري أن تشاهد هنا في قلب الدوحة على الاتحاد. هذا هو نذير بلحاج اللاعب الجزائري جاء ليساند الجزائريان. عندك لاعب جزائري لما يجيب بقرة واحد منهم، وعندك المدرب جمال بالماضي اليوم في المتابعة الخاصة ومع المكالمات الخاصة. بابا مالك واحد من الحراس المميزين في الدوري القطري. البحريني علي حسن على صافرة 45. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلاوية على يساركم بلونها الأبيض بشعاع الأخضر الكامل منقولة للأمام. عد نتمنى يا روليم أن الأخطاء اللي شفناها في الشوط الأول تكون تعود لنا بتصحيح الأخطاء، وكما ذلك على اللاعب نفسه أن يعود يصحح أخطاء نفسه بنفسه، لأن كرة القدم ليس الاعتماد كل الحمل على مدرب الفريق. فالمدرب يتحمل التكتيك نعم، لكن اللاعب يتحمل التكنيك بأعلى مستوى في المباراة. في وسط الملعب منقولة كاماتشو للخلف، يبدأ في كرة في وسط الملعب، نقلات للنادي الأهلي والكرات الخاطئة تشكل خطورة أمام بكاري كوني وأمام داغانو. الاثنين خطيرين، الاثنين متفاهمين. لعبها داغانو غير الاتجاه، لكن برافو اتخلصت. تريسور أخذ كورته تغطية. علينا نذكر ان اللي عنده بطاقات واحد منهم هذا اللي امامنا فيكتور سيموس، عماد الحسني، ترى مهاجمين عندهم بطاقات، وعندنا على البطاقات تريسور استخدم يده على اللاعب مثل ما استخدمها عماد الحسني واخذ بطاقة صفراء في شوط المباراة الاول. الان محسن العيسى حكم المباراة. لا سليم محسن العيسى، وبالتالي كان يعني مفترض يكون موقع الحكم يعني اقرب لنا في زاويه. علي حسن ما تسمح له الكره، وبالتالي تريسور لاعب خط الوسط الويست تريسور هو من استخدم يده في الكره الماضيه. جمال بالماضي ما زال يوجه، جمال بالماضي ما زال يعيش على قلق في مثل هذه المباريات، الذي خسر في الدوري 3 مباريات وسجل من الفوز 10 انتصارات، وواحد من الدفاعات القوية على مستوى دفاع الدوري القطري. تتكلم عن خالد مفتاح لاعب المنتخب الأولمبي القطري، تتكلم عن دامي تراوري وخبرته العريضة، تتكلم عن الجزائري الدولي مجيد مقرة، وتكلم عن محمد موسى وموسى العلاق. بالسلامة إن شاء الله محسن العيسى لاعب خط الوسط، وسليم إن شاء الله، سليم إن شاء الله محسن. مشاركة مهمة للأهلي، مشاركة مهمة بالنسبة للأهلي في هذا الموسم تحديدا، لأن الأهلي يعيش أجمل أوضاعه، وإذا الأهلي عليه أن يستثمر هذه الثقة العالية من الشارع الرياضي ومن الإعلاميين ومن الصحافة ومن الجماهير الخاصة التي أبدعت. ترى على فكرة في الخليج العربي الجميل الكل كان يتحدث عن ماذا؟ كان يتحدث عن الجماهير الأهلاوية، لكن يا روليم يقول أنت تتحدث عن الجماهير وأنا أتحدث عن البدلاء اللي موجودين. على لاعب سيكون محمد مسعد لاعب قادم، لأن يا روليم لا زال يعاني على مستوى خط الوسط. ما تعودنا في الأيام الماضية سيستغني عن واحد من اللاعبين، ولعل البطاقات كانت من أمامه مؤثرة، يكون عند هاجس البطاقة الحمراء في وسط الملعب. تصويبة سهلة لياسر المسيري. ياسر المسيري انتم عارفين اول لقاء جمع الانديه السعوديه بالانديه القطريه، لكن ما كان في الرياض، ما كان في جده، ما كان في الدمام، ما كان في الدوحه، لكن كانت كرات خطيره. كامل تغطيه، برافو كامل الموسى. هذه المره خلصته بشكل جميل ومن غير ما يرتكب خطا، وهذا المهم. راح اقول لكم وين كانت المباراه وفي اي عام.
تتذكرون فارس الدهناء اللي عنده مباراة مع الكويتي هذا المساء، هو من التقى بالزعيم السداوي في البطولة اللي خذها أول مرة سنة 89-88 السد. هو أول لقاء سعودي قطري يجمعهم وين؟ في كوالالمبور في ماليزيا. كرة ما فيها شيء، يقول حكم المباراة مكاري كوني تصويبه، لكن ردت مرة ثانية تخلص. لا، بهذا التصور بهذا الإحساس إذا كانوا يقولون أن شوط المباراة الثاني هو شوط المدربين، لكن أنا أقول شوط الخبرة، بل أنه شوط اللاعبين بأكمله. فلنترك حديث المدربين، هذا كلام كله في التدريبات، كان هذا الكلام كله شعارات ما بين ذلك في غرف الملابس، لكن يبقى العبء الأكبر الكبير على اللاعبين وخاصة المحترفين، خاصة اللي عندهم خبرة طويلة وعريضة في الملاعب. فيكتور سيموس يلعب كرة في وسط الملعب، كاماتشو محاولة للأمام، محسن اللي رجع بالسلامة بيسوي تصويبة لكنها عالية. كاماتشو بالقدم اليمنى هذه المرة كان يفضلها على القدم اليسرى، لكنها راحت وين؟ بعيدة إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. أما الآخر، وقبل أن ناخذ إلى آخر مباراة، كان الأهلي والغرافة آخر لقاءات الأندية السعودية، كان ذلك في موسم 2010 آخر اللقاءات. بعد ذلك 1-0 انتهت. لا، ما كانت هي آخر اللقاءات، لأن السد التقى بالهلال والغرافة التقى بالهلال، وعارفين اللقاءات وما زالت الحوارات والحوار كله قائم ما بين الأندية السعودية والقطرية على رؤوس المجموعات. ما زال الغرافة وما زال العربي وما زال فريق الإخوة من يتواجد مع الفرق السعودية في هذه المجموعات. 11 فريق ونادي عربي يتواجدون على الغرب الآسيوي، والخطورة على الخط الواحد. الله، حلوة من الاثنين، الكرة الحلوة ما تقدر تقول اللي عليها حلوة. شوف دقان شلون يتفاهم مع بكاري كوني، وبرافو ياسر المسيريم، لأن فكرة بكاري كوني كان راح يلعبها ساقطة من على راسه، لكن صاح ياسر المسيريم، وبرافو برافو برافو محاولة. لا، ما هو فيكتور سيموس، ما هو فيكتور سيموس اللي كرتين تضيع منه بهذه الطريقة، واحدة في الشوط الأول بالفلسفة والثانية كانت باللخبطة. كرة منقولة، محاولة، النقلة الأمام، خطير لأخويا، لكن ملعوبة كرة في وسط الملعب، عدت إلى حسين الشهاب. حسين الشهاب كان الزملاء في الاستديو يتكلمون عن التبديلات، عن الأسماء، يقول لك الكابتن خالد مسعد أنت ماشي في طريق سليم، والاثنين متعادلين، ما اعتقد أنك عندك طريق إلا بعد ذلك أن تأخذ التصنيدات والتصويبات اللي موجودة على الإحصاء، بعد ذلك تشوف السيناريو الخاص. يبدأ المدربون الآن بتغييراتهم، يبدأ المدربون أو يبدأ المدربان، ما عندنا مدربون في الجمع، واحد منهم هذا المدرب جمال بلماضي، المدرب الجزائري الذي عشق العطور الفرنسية لسنوات، والذي تواجد بأجمل روائح العالم هنا مع فريق الإخوة الذي يعني صنع من الحلم حقيقة، وأصبح من الخيال واقعا ملموسا. يا روليم، أنت في مهمة آسيوية، أنت في القارة الصفراء. محسن العيسى هو من يغادر أرضية الملعب. إلى التبديل، الاتفاق برافو يتقدم الآن الفارس على نادي الكويتي بهدف مقابل لا شيء. حاسة الاستشعار الآن أن تكون موجودة، كما تعود القيادة إلى محمد مسعد على فريق الأهلي، لأن الكل الآن يتقدم. العميد بالأمس أنهى برباعية جميلة كانت رائعة جدا على استاد الأمير عبد الله الفيصل في القمة الصامتة أمام كل من رأى من خلف شاشات تلك المباراة. واليوم الاتفاق يتقدم على الكويتي، والآن على الأهلي أن يجعل بصمة. بالومينو اللاعب الكولومبي اللي عودنا بالظهور أكثر، والذي عشق المخرجون صورة بالومينو اللاعب الكولومبي، لكن يبدو أن هذا المخرج اليوم لم يرى الصورة الكاملة لبالومينو، فبالتالي لا نشاهد بالومينو على الزوم الخاص على الكاميرا والعدسة الخاصة التي تنقل هذه المباراة. الصافرة البحرينية علي حسن ياخذ كرة في وسط الملعب، نقلات من محمد مسعد، لا راح تتغير الخارطة الآن. مسعد نزل وكرة منقولة في وسط الملعب، منقولة ليسير الجاسر، عنده تصويبتين كانت رائعة جدا، حركت على الأقل هواجس حارس المرمى بابا مالك. مسعد مر من الأول، تغطية عليه على الدور الوسط وعلى الدور الكبير اللي راح يلعب الآن الرباعي بعد خروج محسن العيسى. بالأمس العنصر الشاب على فكرة في البطولة الآسيوية قد يكون هو الاسم القادم، يعني أتكلم عن الأسماء الشابة الموجودة. بالأمس
أيمن فاضل اللاعب اللي في بحر العشرينات على العمر 21 سنة يشارك في مغامرة آسيوية. المدرب راؤول كنيدا مدرب الاتحاد، واليوم على الأهلي لديه أسماء شابة على المساحة الآسيوية. كم من الأسماء صنعت نفسها بنفسها، وكم من الأسماء عشقت هذه البطولات. كرة منقولة مسعد مع كرة لكنها فيها خطأ على حسين شهاب، خطأ على حسين شهاب. تاريخ كبير لهذه البطولة على فكرة، تاريخ كبير لهذه البطولة، وعلى اختلاف المسميات لكنها تبقى هي آسيا. الاتفاق برافو يتقدم وفي الكويت وعلى الكويت الكويتي بهدفين. تأتي البشارة برسائل جميلة، ونتمنى ذلك أن يكون الأهلي على الحدث. وتتوقعون أن الأهلي على فكرة اليوم يلعب أمام فريق كبير، أمام فريق منسجم، أمام فريق مرصع بالنجوم بالأسماء. وبالأمس كان الإفواريان بكاري كونيه وأرونا دنداني، لكن بكاري كونيه اليوم يفقد صديقه ورفيق دربه الذي ذهب في مهمة آسيوية مع الفهود مع الغرافة. اليوم من يكتب سطرا جديدا، هذا هو المهم في هذه المباراة. الكل يريد أن تكون عقارب الساعة قبل 8:30 بتوقيت مكة لنتعرف على من هو الفائز. الكل يتمنى، بل كلنا نتمنى أن يكون الراقي هو الفائز والعودة بجماهيره الجميلة. كرة منقولة، وأنا أتكلم عن الجماهير على فكرة في شدني يعني خبر جميل جدا. هل تتصوروا أن يعني أحد المشجعين في النادي الأهلي، لا هذه لازم نسمعها بين قوسين ما دام اللعب متوقف، أحد مشجعي الأهلي جاء من جدة إلى الدوحة بالطائرة؟ لا. هل حضر بالسيارة؟ لا. هل حضر بالدراجة النارية؟ أبدا، حضر بالدراجة الهوائية. لكم أن تتصورون المسافة ما بين جدة والدوحة، مرورا بالمنطقة الشرقية، وصولا إلى الأحساء وعلى الحدود من سلوى إلى حدود قطر، وكل ذلك في 5 أيام مسافة بالدراجة الهوائية. المشجع المتيم بدر عدني الذي قاد الرحلة من شواطئ البحر الأحمر هنا إلى شواطئ قطر تحديدا في 5 أيام. وأي جنون هذا الذي كتب على دراجته اعذروني فأنا المتيم، كتب على دراجته الهوائية اعذروني فأنا المجنون من ضمن المجانين، بل أنني أكبر المجانين إذا حسب عدد المجانين فأنا أكبرهم، بل أنا المتيم. أي جنون هذا يعني بعشق الأهلي وبحب الأهلي. 5 أيام متواصلة بمائدة خاصة على دراجة هوائية. لكم أن يكون ذلك الرقم صعب للغاية. قد تقول أن الخبر غير صحيح، لكن الخبر صحيح وموثوق من تناقله عبر وسائل الإعلام. وغدا يكون الخبر بمشيئة الله تعالى، ويكون بدر عدني صاحب المغامرة. لكن اليوم نريد مغامرة الراقي الذي عودنا مع مدربينا في المغامرون. تعرفون من هو المغامر الذي حضر إلى الأهلي؟ نيبوشا الصربي الذي حضر في سنوات وحقق معه الإنجازات والبطولات. لكن اليوم نحتاج إلى مغامر آخر. التشيكي ليس من عادته أن يكون مغامرا، هو تحدث بالصحافة اليوم تحديدا سأكون متزنا، لكن هذا الرجل قال جئت للفوز ثم للفوز ثم ماذا؟ قال للفوز لأنني أعرف إمكانيات فريقي. تعرفت على النادي الراقي على الأهلي، أعرف إمكانياته، ولكن عبر أشرطة الفيديو. منقولة، محاولة أهلاوية، عادت في وسط الملعب مع أخطاء، مع خطأ لمصلحة بكاري كونيه اللاعب الإفواري. بكاري كونيه صاحب 40 مباراة دولية، سجل من خلالها 10 أهداف، وهدف في هولندا لا ينسى في نهائيات كأس العالم بألمانيا 2006. لعب مع لوريان الفرنسي، لعب مع مارسيليا، لعب مع فريق الأخوية، ولعب قبل ذلك مع فريق في الدوري القطري في الموسم الذي قبل ذلك مع الغرافة في 2002، ثم يحط رحاله مرة ثانية في الدوري القطري ومع من؟ مع الفريق القادم، بل أنه الصاعقة الكبرى في الدوري القطري. يعني تتوقع أن فريق مثل الأخوية، هذا الفريق يتقدم على ثالث العالم في الترتيب. أتكلم عن نادي السد الذي هو في ترتيبه، الذي أخذ ثالث العالم
تتصورون أن يكون فريق هنا عربي مثل السد يأخذ ثالث العالم، وفي العالم الثالث يكون هو ثالث العالم؟ خطأ على بكاري كونيه، وبكاري كونيه يناشد حكم المباراة البحريني علي حسن الذي يدير هذا اللقاء بصافرة بحرينية القادمة من المملكة البحرينية. كرة منقولة، محاولة في وسط الملعب، عادت مجيد أبو قرة، يحاول مجيد ينقل كرة في وسط الملعب، تريسور، كريم بوطيب، نقلات للأخويا على وسط الملعب، خالد مفتاح لكن برافو، كرة مفتوحة تحتاج إلى السرعة لكن ما تحتاج إلى الاستعجال، كرة منقولة، محاولة كامل، أخذها مسعد، صوبها، عدلها بالثانية، الأنيق أخو الأنيق، لعبها الثاني على الطرف الأيسر لكن تراجع وبالتالي عدت مرة ثانية. حلوة الكرة السريعة بس معاها شوية تركيز أكثر، أعتقد يكون الأهلي واصل إلى كراته، عدت كرته إلى خارج الملعب. ومن كاماتشو، كاماتشو يبي له واحدة ثابتة، كاماتشو يبي له كورة ثابتة حتى يوصل من خلالها. حتى الآن هذه الجماهير المتعطشة التي قطعت المسافات، من جاء منهم بالطائرة ومن جاء منهم بالسيارة الخاصة ومن جاء بالحافلات، ولكن منهم بنوع فريد وخاص من جاء بدراجة هوائية. وبعد أن أشارت عقارب الساعة سيداتي أنساتي سادتي إلى الساعة الكاملة حتى الآن 7:30 بعد أن بدأت المباراة، أو 8 إلا ربع بعد شوط ربع ساعة كانت إضافية بعد ذلك، ساعة كاملة وحتى الآن أن الفريقين لم يسجل أي هدف حتى الآن. منقولة، نعم تايهي ظهر في الشوط الأول ولكن تنبه يا روليم إلى هذا الكوري. كرة منقولة، محاولة وانطلاقة، مسعد محمد لعب كرة على الطرف الايسر بتوصيات شقيقة، كرة منقولة، محاولة منقولة للامام، هذه خطيرة خطيرة، الله الله الله، شوي خطوة كان ماخذها وبالتالي بابا مالك بدأ عليه علامات القلق. بشيء اسمه علامات القلق، نعم، في علامات الاستفهام موجودة، في علامات التعجب موجودة، وهذه علامات القلق. بعد الساعة الكاملة مشاهدينا الكرام متابعينا عبر الرياضية السعودية أينما كنتم بالأمس وفي البرامج الخاصة المصاحبة لهذه البطولة، دوري أبطال آسيا أقوى البطولات وأغلاها للأندية الآسيوية، كيف لا وهي تذهب بك إلى العالمية، كيف لا وتذهب بك إلى طريق المونديال بعد أن عجزنا في الوصول إلى المونديال على مستوى المنتخبات. لا بأس أن نعالج هذه الصحوة بعودتنا إلى المونديال كما كان الاتحاد يومها حاضرا، كما كانت الفرق العربية ومنها نادي السد حاضرا على المستوى ذلك، كما كان نادي أهل دبي الذي استضاف واحدة من البطولات على المستوى العالمي. في وسط الملعب كاماتشو أخذها، واليوم الأسماء البرازيلية موجودة، كاماتشو، فيكتور سيمونز، بانومينو الكولومبي، الأسماء هذه لابد أن تكون إضافة على الفريق الأهلاوي. تيسير الجاسم، تمريرة حلوة، أخذها مسعد، مر من الأول، مررها بالقدم الثانية، كان عنده مسافة أخذها، كرة منقولة، منصور اللي تقدم للأمام ولكن ليس على حساب الدفاع، كرة منقولة، برافو كامل، برافو كامل، برافو كامل الموسى، صاحي لكل الكرات، ما هو تارك مساحات، وبالتالي هذا ما كان يحتاج دفاع الأهلي. الحارسين ما عليهم قلق كثير لأن المساحة اللي انتم قاعدين تشوفونها الآن في الملعب بعيدة عن حراس المرمى، لكنها لا تكون قريبة من الأخطاء لأن الأخطاء ستكون قاتلة كما كانت في شوط المباراة الأول، ولولا أن المهاجمين لم يكن على المستوى المأمول على كل الكرات لكانت النتيجة تغيرت، لكانت الأرقام تحركت، لكنها النتائج كلها تحركت على المستوى الإيجابي. للخلف مجيد بقرة ياخذ كورته، قطر تشارك بالأربع الأندية، الإمارات تشارك بالأربع الأندية، المملكة العربية السعودية بعد فقدنا نصف المقعد من الاتفاق، كرة منقولة تلعب بالثلاثة الأندية، هي المجموع ل 11 نادي عربي. مجيد بقرة انطلق، العاشق للأهداف، على فكرة عنده 6 من الأهداف وهو مدافع، كرة منقولة صنع له كرة لكن برافو كامل البر، خلصنا بشكل حلو في آخر رمق وطلع معاها عقيل بالغيث وكمل معاه الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب. للأمام منضبطين، يسألون جمال في الماضي، نعم هم منضبطين لأنهم يمثلون الجانب العسكري، والجانب العسكري يعلم الإنسان مدى الانضباط، وكرة القدم متى ما كان فيها الانضباط على الشكل الكامل
فأعتقد أنه وجودنا للإيجابية، وجودنا على المستوى الجميل في كرة القدم، لا يمكن أن تتصور يوم من الأيام كرة قدم بلا انضباطية. وهذا المدرب العاشق للانضباطية، كم نتمنى من طينة هؤلاء المدربين أن يكونوا متواجدين لدينا في الساحة. يا روليم الآن حقق الحلم الكبير، ومنذ فوز الأهلي بكأس الأبطال الموسم الماضي وثورة الأهلي على مستوى عشقها للبطولات تحن بحنين الماضي، تعود إلى عهد الثمانينات بعد بطولة الدوري. أتكلم عن الدوري الذي يتمناه الأهلي، بل أن الأهلي هو قريب مع نادي الشباب، الشباب الذي ابتعد عن البطولة الآسيوية. بعدما جاء الأهلي هذا الموسم بفوز بكأس الأبطال أزاح من خلالها مقعد الشباب وعاد مكانه ليتألق، ونتمنى أن يقدم الأهلي مشواره الآسيوي الأجمل بعد 2005، بعد أن وصل إلى ربع نهائي خرج من الفريق الصيني. لكن لا نتمنى أن تخرج الفرق السعودية. الاتفاق يتقدم والأهلي حتى الآن يتعادل، وبالأمس العميد فاز بالأربعة. وعلينا قبل ذلك أن نذكر أن الأهلي سيذهب إلى تاريخ بعد ذلك إلى المباريات والمناسبات القارية، سيكون مع الفرق السبهان الإيراني، مع النصر الإماراتي، على تحديد تواريخنا بعد ذلك. لكن مشاهدينا الكرام، الكل ينتظر من جالس خلف الشاشات، وفي الشاشات العملاقة اللي جالس خلفه هو ينتظر هدف أهلاوي ما في شك. خطأ علي حسن، هذا تريسور لاعب خط الوسط، لويس تريسور، لويس مارتن تريسور الاسم الكامل لهذا اللاعب، لاعب خط الوسط. خطأ وتوجيهات ياسر المسيليم. نام تايهي، نام يلعب كورة منقولة بالراس، لكنها سهلة لأن في مشاركة من لاعب النادي الأهلي، ما راح تكون سهلة. لكن برافو، شايفين عقيل بالغيث تدخل وقلل من خطورة الكرة. هجمة مرتدة حلوة، نقلة للأمام، هذه خطيرة، هذه ممكن تيسير، وقف على كوسة، غير الاتجاه، صوب، ضيق على نفس الخانة. كان ممكن يكون لاعب خارج من الخلف ويكون يكمل الكرة. الهجمة المرتدة هذه ضوابطها السرعة والأخطاء على الكرة المرتدة، معاها السرعة ومعاها أيضا التركيز العالي والتحرك الجيد. مواصفات ثلاثية لا يمكن أن تبعد عن الهجمة المرتدة إذا كانت تريد صياغة النجاح في الكرة. كرة ملعوبة منقولة للأمام، لكنها عدت إلى خارج الملعب. الفرق القطرية كانت تؤمل في الإخوة اليوم في هذه المباراة تحديدا، بعد أن سقط العربي في فخ بنياس، وبعد أن سقط الريان في ملعبه وفي معقله في المباراة الماضية، والذي كنا نتمنى أن يكون الفوز رياني. بالأمس كرة منقولة للأمام، محاولة وانطلاقة على الطرف الأيمن، محاولة خطيرة. يا ولد، هي مباريات ياسر المسيليم، هي ذكريات 2007، هي ذكرياته. لعله قبل أن يأتي إلى هذه المباراة شغلنا شريط 2007، وياسر المسيليم يتكفل وحده ويرفع كل الأخطاء ويشول كل الخطايا اللي موجودة والأخطاء الكاملة. بكاري كونيه لم يكن في الفورمة العالية، من كان في الفورمة العالية اليوم هو والتركيز العالي ياسر المسيليم. الله يا ياسر المسيليم، ابداع رائع 2007. وياسر المسيليم من اللي شار عليه وقال شغل شريط 2007 اللي تألق مع المنتخب السعودي، تألق مع النادي الأهلي، راح إلى آسيا يتذكر شريطه الجميل وذكرياته الرائعة، بل يتذكر أحلامه وأنغامه. شاء الله ركلة جزاء ويشيل لهدف محقق من أمام المرمى. أما آن الأوان، أما قرعت الأجراس بأحداثها على الأهلي أن يغير كل هذا الأسلوب. اليوم كان يا روليم يقول ما راح أكون مندفع، لكن اللي قاعد أشوفه في الملعب مختلف تماما. عماد الحسني ما هو ظاهر، يبدو أن الإصابة مأثرة على عماد الحسني، مأثرة الإصابة الماضية. قالوا جاهز، لكن لا، الواقع من أمامي
ما هو عماد الحوسني اللاعب اللي من الصعب ايقافه. شوف الكرة، الله الله يا ياسر. على فكرة هذه الكرة ما هي عشوائية، يعني ياسر المسليم بالزاوية اللي أخذها، بالوقفة اللي أخذها، بتحرك القدمين، لا تظن أن فقط هو الحظ من وقف مع هذه الكرة، ولكن أيضا حتى من عاند بكاري كونيه اللي كان يبي يختار واحدة من الزاويتين لعبها في المكان اللي كان فيه المسيريم واللي وقتها المسيريم مخرج المباراة يعيد هذه الأيادي التي تحاكي فقط العينين والأنف والفم من خلال اللقطات الماضية. حوار كان مستمر بين هذين اللاعبين. عماد الحوسني تريزور، منقولة أهلاوية، محاولة فيكتور سيمونز وحيد، فيكتور سيمونز بسرعة، فيكتور صوب، الله الله يا فيكتور، الله يا سيمونز، وبرافو لبابا مالك، وقف الجماهير الأهلاوية، حرك معاها الطبول، قرع معاها الطبول، حرك معاها الأدراس، وفي كل مرة يهدد، كل مرة يهدد النادي الأهلي، يعود بشكل سريع، لكن مو كل مرة يا تيسير الجاسم، تمريرة ولا أروع، ضرب الدفاع، صوب فيكتور. بابا مالك اليوم حديث الحراس، على فكرة اليوم حديث الحراس هو الموجود، وشايفين وضع اليدين على الراس. حديث الحراس اليوم، كرة منقولة، من يكمل عدة الخلف، محاولة صوبها لكنها ضعيفة. 70 دقيقة مشاهدينا الكرام، يا من يتابعنا ويتابع الرياضية السعودية تحديدا، شوط المباراة الثاني حتى الآن النتيجة التعادل بدون أهداف. وعلى الأهلي أن يتذكر يوم 21 مارس من هذا الشهر ونحن نطالع هذه الهجمة اللي ضاعت، والله لعبها بشكل حلو مثل ما كنا نتوقع، لكن أيضا لا يعني ننسى الإبداع اللي وضع بابا مالك من خلال وقوفه السليم والرائع. يوم 21 مارس ملعب الأمير عبد الله الفيصل راح يشهد مع الجماهير هذه تحديدا والعشرات والآلاف اللي راح تكون موجودة في ملعب الأمير عبد الله الفيصل مع سبهان الإيراني. ستكون الوقفة الخاصة مع راية وتسلل على مسعد قائد الكتيبة الأهلاوية. اليوم الكتيبة في ليخويا هي كتيبة خاصة، بالفعل الخطوات اللي أخذها والراية والتسلل. ياروليم على فكرة حتى القلق بادي عليه من خلال الدقائق الماضية، بدأ على ياروليم القلق واحنا عدينا على 70، وبالتالي دخلنا على الإحصائيات، لكن الإحصائية الأخيرة اللي احنا ما احنا شايفينها على شاشة السعودية التعادل بدون أهداف، لكن كل الإحصائيات، التصويبات، الكرات الضائعة، الكورنر، الفاولات، الأخطاء، التصويبات، كلها قد لا تهم المشاهد إلا أنها تعكس واقع المباراة أحيانا على هذه الصورة. عقيل بالغيث أخذ كرة يتقدم بخطوات، كامل يلعب كرة لكنها عدت إلى خارج الملعب. يلعب كرة عماد الحوسني، عدت كرته إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى رمية تماس. خالد مفتاح لاعب الوكر السابق مع خطأ محتسب. حتى الآن آخر الأخبار تقول أن الاتفاق متقدم في كأس الاتحاد الآسيوي، ليس في دوري أبطال آسيا، في كأس الاتحاد الآسيوي، لأن الاستقلال الإيراني حجز اسم المقعد على الاتفاق ودخل مع الأندية الإيرانية، مع بيروزي الإيراني دخل في دوري أبطال آسيا. محمد مسعد يأخذ كرة في وسط الملعب، نقلة للأمام، محاولة لفيكتور سيمونز، المساحات بدأت، التفاهم بدأ يشتغل، محاولة جول، الله الله الله. وكل كورة هذه توقفنا وتجلسنا، وكل كورة كأننا أصبحنا من المشجعين بل من العاشقين بل من المتيمين على كرة عماد الحوسني. صح يا عمدة، لعبة حلوة جميلة من فيكتور، هياها بالتفاهم من غير النظر، ولكن بابا مالك اليوم صاحي، بابا مالك صاحي من أمام عماد الحوسني، وبكاري كونيه صاحيين المسانين في الجانب الثاني. نام تايهي
تصويبه. الله الله، هدف أول في المباراة، هدف أول في المباراة، لا على البال ولا على الخاطر. نام تايهي سجل أول أهداف المباراة للإخوة القطري، بعيدة عن حارس المرمى، كان من أمامه اللاعبين وبالتالي كان عنده مساحة وبالتالي سجل الكرة في المرمى. نام تايهي سجل أول أهداف المباراة. المباراة كان شكلها فيها جول، وهذه لعبها في الزاوية. لاعب كبير على فكرة لكن في عمره صغير. نام تايهي إمكانيات كبيرة، قدم شوط أول غاب في دقائق لكنه يحضر في الفصل المهم في هذه المباراة. هدف لإخويا لا شيء. الأهلي يواصل، الأهلي حتى الآن ضياع بعض الكرات، ويواصل الأخويا ضياع بعض الكرات في المباراة، لكن في النهاية اللاعب الكوري القادم من شرق القارة يسجل هنا في غرب القارة كهدف أول بعيدة. لا يمكن للمسيرين اللعبة مقوسة وبعيدة من خارج القدم، اللعبة إلى المرمى مباشرة كهدف أول في المباراة. هذا أول هدف في آسيا للإخوية للاعب الكوري، وأول فرحة آسيوية لهذا الرجل في هذه المباراة. داغانو اللعبة كرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. الآن على ياروليم أن يكون عنده حس التغيير في دقائق، ما باقي شيء. الآن من عنده في الأسماء اللي موجودة تتساءلون الآن ياروليم من عنده ممكن من البدلاء؟ نروح إلى حارس المرمى عبد الله المعيوف، وليد بخشوين اللاعب الشاب، مسعد نزل خلاص، أحمد درويش، عقيل بالغيث نزل، باقي عنده واحدة من الجيزاوي وعنده حمود عباس. الجيزاوي يكون هو الأقرب. كرة منقولة بالكعب، اللعبة محاولة، ممكن الأهلي يسجل، نعم ممكن يسجل، لكنه يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى عدم الاستعجال. أيضا يحاول من خلال الدقائق الماضية ياروليم، واحد يعطيه إشارة، ترى الجانب الهجومي محتاج الأهلي إلى عالم من التركيز، لأن بدأ عماد الحسني على عدم تعافيه فيكتور سيموس، ولكن نظرة ياروليم هي الأرجح. كرة منقولة، دخول بالومينو، شوف المساحة، الوصول السريع لفريق الأخوة القطري، يصل بشكل سلس جدا إلى مرمى النادي الأهلي على الطرف الأيمن، لكن عدت إلى خارج الملعب. محمد موسى الظهير الأيمن، عدت كورته إلى خارج الملعب. في وقت الأهلي يرجع، في وقت الأهلي يرجع وبإمكانه، لأن المباراة على فكرة مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن مفتوحة أيضا على عدم مفترض الأخطاء والمساحات اللي متروكة في الملعب. في صفارة فيها خطأ، هذا ياروليم باقي له ورقة واحدة بعد نزول عقيل بالغيث، وبعد ما نزل محمد مسعد عنده واحد من الاثنين. حمود عباس يحتاجه ولا لا؟ الجيزاوي يعتقد أقرب الأوراق اللي موجودة، لأنه هو محتاج الحل الهجومي. محمد مسعد يلعب كورته في وسط الملعب، لكن عدت وفيها خطأ. جمال بالماضي، فيكتور سيموس للخلف، كاماتشو في وسط الملعب، أسرع شوي، كرة منقولة، محاولة أمام أهلاوية في وسط الملعب، نقلات إلى بالومينو، يلعب كرة في وسط الملعب، ممتاز. الآن طلع منصور الحربي على الطرف الأيسر، بر المنصور واحد بالراس يلعبها، لكن هم الأطول. هيا فيها خطأ، فيها خطأ. حسب الحكم البحريني علي حسن، والحكم المساعد هو من حسب الخطأ محمد جعفر سلمان الحكم المساعد الأول. على مفتاح كان في الاشتراك خالد مفتاح، وهذا الدفع من فيكتور سيموس. حكم المباراة يتكلم مع لاعب نادي الإخوة يقول له العب الكرة بأسرع على عامل الوقت. الآن يجهز لاعب قادم
لاسينا ديابي. لاسينا ديابي راح يكون لاعب بديل اعتقد بدل داغانو. كرة منقولة للأمام وفيها راية وتسلل. راية وتسلل على داغانو، اعتقد هو الأقرب داغانو في الخروج من أرضية الملعب. كرة أهلاوية في وسط الملعب، محاولة للأمام، ردة كرة لفريق نادي الإخوية اللي يبدأ كرة في وسط الملعب. كريم مضيف يلعب كرة، خالد مفتاح، محمد مسعد. مو من عادة الأهلي يترك كل هذه الفراغات في وسط الملعب. محاولة مع راية وفيها تسلل. بكاري كونيه، أنت عندك داغانو، عندك بكاري كونيه، عندك التريسور، وعندك كريم مضيف من الإمكانيات الكبيرة في وسط الملعب. بالتالي ترك مساحة لهذا القصير اللاعب الإيفواري بكاري كونيه من الصعب جدا أن يترك له أي مساحة. للأمام كرة منقولة، مساحة أهلاوية في محاولة تيسير الجاسم، محاولة فيكتور صوب لكنها بعيدة بعيدة إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. حلوة، حاول ياخذها على القوس، على الزاوية البعيدة، لكنها عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. هذا فيكتور سيموس، هذا فيكتور سيموس لعبها لكنها بعيدة. حلوة يعني، فكرتها حلوة لكنها أخذت الزاوية الأعلى. الاتفاق يتقدم ب3 على الكويتي. برافو برافو لفارس. أنا أشوف عدد الجماهير اللي قطعت المسافات الآن تناشد الأهلي، وعلى الأهلي أن يلبي النداء. لاسينا ديابي بديل بالفعل إلى داغانو، لأنه راح يستغنى عن هذا اللاعب. لاسينا ديابي اللاعب اللي لعب في صفوف الملك القطراوي في مواسم ماضية، هذا الموسم يحل ضيفا على الإخوية القطري. 10 دقائق أخيرة كافية للنادي الأهلي، كافية للنادي الأهلي. يعرف كيف يعود، يعرف يعود للمباريات. كرة منقولة، محاولة، مسعد مررها لكن حاول فيها شوي استعجال مثل هالكرات. وال10 دقائق مهمة جدا أن يعود فيها الأهلي في المباراة، لأن من الصعب الجماهير اللي قطعت، من الصعب الجماهير التي كانت موجودة من خلال الشاشات اللي تتابع بقلوبها النادي الملكي، النادي الأهلي اللي يتابع هذا اللقاء. منصور الحربي أخذ كرة للخلف، بعد أقل من نصف ساعة الزعيم الهلالي والدعوات إن شاء الله موصولة للهلال، وأنه قادر على الانتصار في هذه المباراة، وأن يعود بالفريق الإيراني خاصة ب3 نقاط. الهلال إن شاء الله بنجومه قادر على المباراة القادمة، والأهلي قادر. عماد الحوسني داخل منطقة الجزاء يطالب بركلة جزاء، وراح نشوف الإعادة يا بحريني. علي حسن لعبها كاماتشو، لعبات كاماتشو مع كرة خل توازنه، لكن حكم المباراة اعتبرها أن التحام طبيعي وصلت إلى حارس المرمى بابا مالك. العوبة للأمام، كامل يغطيه، كامل الموسى. نام تايهي صاحب الهدف الوحيد في المباراة يلعب كرة للأمام لكنها وصلت سهلة إلى ياسر المسيري. الوقت عاد الآن يعدي، الوقت يمر سريع على الأهلي، يمر سريع على الأهلي يمر علينا الوقت الآن سريع، وبالتالي نحتاج كل كرة يكون فيها تركيز من خلال التمرير. كل التمريرات نحتاج فيها تمرير تركيز أكثر من خلال اللقطات الماضية. منصور الحربي لعبها بخلف تيسير الجاسم، عدت كرته إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس. الجزاوي هو الأقرب. يا روليف من راح يستغني عنه؟ عاد الوسط في فراغات كبيرة. مفتاح خالد يلعب كرة للأمام على مستوى دوري أبطال آسيا. على فكرة 14 لقاء في النسخة الجديدة من 2003. من 2003 النسخة الجديدة التقوا الأندية القطرية والأندية السعودية في 14 لقاء، منها الأندية السعودية فازت ب6 لقاءات،
4 لقاءات الأندية القطرية، والتعادل كان في 4 لقاءات حتى الآن، والإخوي القطري متقدم ب3 أهداف. إذا الجيزاوي نزل، عبد الرحيم الجيزاوي، وكامل المر استغنى عنه في اللحظات المرة اللي كنا نتمنى أن الأهلي يسجل فيها، لكن النادي الراقي حتى الآن يتأخر. 4 رباعية كانت للاتحاد ورباعية للاتفاق، لكن حتى الآن الرهان يبقى على الأهلي معلق. على أقل تقدير أن نعود بنقطة التعادل إلى سواحل البحر الأحمر، إلى شواطئ جدة. حتى الآن الإخوي القطري يتقدم 4 الاتفاق و4 الاتي والاتي ضربوا بالأربعة، 1 في كأس الاتحاد الآسيوي والاتفاق، 1 في دوري أبطال آسيا. لكن حتى الآن النادي الراقي المطالب جماهيريا من عشاق الراقي مع كرة منقولة مع خطأ محتسب لمصلحة فيكتور سيمون. كرة منقولة عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة زاوية. ركلة زاوية للنادي الأهلي. يلا يا أهلي، فرصة هذه مثل الكرات الثابتة مع كاماتشو مع كراته الخاصة على رأس واحد من اللاعبين، ممكن يتقدم فيها، متفائل فيها. كرة منقولة لا ما عدت الخط، لكن عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لمصلحة النادي الأهلي. يلا يا أهلي، في فرصة الآن كبيرة جدا مع الارتباك اللي واضح، مع نزول عبد الرحيم جيزاوي في الدقائق الأخيرة المتبقية على عمر المباراة. عبد الرحيم، فيكتور سيمون ينقل كرته في وسط الملعب، تيسير حاول يعدي، رد كرة للخلف. عبد الرحيم جيزاوي اصطدت إلى خارج الملعب. خالد فتاح اللي راح يسافر إلى كوريا للعب المباراة في التصفيات الأولمبية مع منتخب قطر الأولمبي، بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب القطري. مسعد لمس الكرة، الجيزاوي بقدم اليسار حاول يمر، نام تايهي، خلص كرة إلى خارج الملعب. وهذه النظرات، بل أن هذه الحسرات الخاصة على عيون الجماهير أما تجعل من الأهلي أن يظهر أكثر، أما كان يتحمس أكثر، يركز أكثر على عيون الجماهير. تابعوا وردوا البسمة لجماهيركم. كرة منقولة للأمام إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. يقول ما سمعت، الجزاوي قال ما سمعت الكلمات، لأن كان هناك عقيل بالغيث ينتظر، أكثر من لاعب كان ينتظر. لعبها باكور لكن عدت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ما لبست على رجل الجزاوي الكرة الأخيرة، فعدت إلى خارج الملعب. دقائق مهمة، بل 5 دقائق المهمة، بل أنها في الفصول المهمة، بل في الأرقام المهمة على الأهلي أن يعيد إلى أبداده إلى ركلة زاوية. تركيزه على يا شباب 5 دقائق. ممكن محمد مسعد كان يرد كرة إلى الستيريم، وما احنا بحاجة إلى الكرات، أن فريق الإخوية ما هو قاعد يضغط في ملعب النادي الأهلي، كلها متراجعة على الدقائق الأخيرة. نام تمهيد مع ركلة الزاوية الكوري الجنوبي لاتينا ديامي، يلعب ركلة الزاوية قريبة، عدت مرة ثانية. نام تامهي، نام تايهي يلعب كرة للخلف، يبدأ في كرة في وسط الملعب. تريسور حاول يسدد بطريقة الكوري لكنها عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. يصل السليم، نعم تألق، نعم أبدع، لكن تسجل في النهاية في مرماه، وبالتالي النادي الإخوي القطري يتقدم بهدف مقابل لا شيء. الإيفواري يلعب كرة إلى نام تايهي على الطرف الأيمن، محاولات، إمكانيات كبيرة أيضا لنادي الإخوي القطري. محاولة المرور، حاول يمر، حاول يعدي، برافو ياسر السيد، سهلة وصلت إلى ياسر، وبالتالي يحاول الآن في الدقائق المتبقية. كرة منقولة، طول الكرة على نفسه وعدت إلى خارج الملعب. نادي الكويت الكويتي يخلص الآن الفارق إلى 4-1. المهم أن نادي الاتفاق خلاص يبدو أنه ينهي مباراته في هذه الدقائق بانتصار للكرة السعودية، انتصار أمس من العميد على الأهلي في هذه المباراة، أن يعيد لغة الانتصارات التي لم نتذوقها في الأيام الماضية على الصعيد الآسيوي. بالتالي نتمنى بالومينو يلعب كورته، عماد
كنت أتمنى إذا كان اللاعب يعني ما هو جاهز 100%، حتى لو مهما يكون يعني ما هو جاهز، يعني ما هو جاهز، واحنا نعرف امكانيات عماد. عماد لاعب هداف، امكانياته كبيره يحتاجها كل مدرب، فاذا كان ما هو جاهز 100% ما تمنيت من البدايه ان يكون عماد الحسني متواجد في ارضيه الملعب. عقيل بالغيث، منقوله، فيكتور سيمون، كامل، تيسير في وسط الملعب، نلعب كرة بالومينو، صوب الكولومبي بعيدة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. حتى السيطرة، حتى الاستحواذ مو مهم في مثل هذه المباريات، لكن ياروليم يبدو محتار خلاص. رمى بكل أوراقه، رمى بكل تغييراته، رمى بعقيل، رمى بمسعد، ورمى بالجيزاوي، بكل الأوراق اللي موجودة عنده، بكل الحلول اللي موجودة عنده. الأهلي لا يفوز على الأندية القطرية من 2008 2010، يعود حتى هذه الدقائق وهو يتأخر بهدف مقابل لا شيء. كرة أمامية، خالد مفتاح براسه في وسط الملعب، محاولة، برافو كامل الموسى، خلص الكرة لكن عادت. وصلنا إلى 90 مشاهدينا الكرام، محاولة الأخويا لكن برافو إلى خارج الملعب، إلى ركلة زاوية. عقيل بالغيث، في شغل في عقيل بالغيث، في كامل الموسى اليوم بالخلف عاملين شغل كبير. حسين الشاب ياخذ له بعض الثواني على الخط، حاول يصل الكرة لكنها عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. 3 دقائق احتسبها علي حسن الحكم البحريني في مباراة اليوم. الدقائق الأخيرة، الثواني الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ممكن أن يعود الأهلي تجرع على الكرات الأخيرة، كان يسجل في مرماه في الدوري، ولكن عليه الآن أن يعود ليسجل، أن يعود ليسجل. محاولة ضربة الجزاوي، محاولة ضربة جزاء، محاولة، ولكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى. الكل كان يتمنى أن تكون الكرة الأخيرة، الكل كان يتمنى بالأعصاب الخاصة للجماهير، لكن وصلت إلى حارس المرمى. الجزاوي عمل شغل كبير على الجهة اليمنى، تمنينا أن يكون حضور الجزاوي لأنه راح يكون قلق للمدافعين، خاصة أنهم يعني عندهم الثقل، نعم عندهم بطء الحركة في المدافعين. فيكتور سيموس، تيسير الجاسم، كرة تصدت، رايا وتسلل على بكاري كوني. هذا الراية وهذا التسلل وهذا الانفعال اللي كان على بكاري كوني على اللحظات الأخيرة. كرة منقولة على الطرف الأيمن، محاولة حاول يحصلها لكن عادت الخلف. دقائق أخيرة يجب أن يلعب الأهلي خلاص بالكرات الطويلة، العب بالكرات الطويلة، ما في عندك مجال إلا أن تلعب كل الكرات الطويلة. التحضير خلاص انتهى، 90 دقيقة وإحنا نحضر. كرة منقولة في وسط الملعب، بالومين يلعب كرة فيها بطاقة صفراء. حسين الشاب لاعب خط الوسط ياخذ البطاقة الصفراء. بالفعل حسين الشاب على الدقيقة الأخيرة. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر الرياضية السعودية، وهذا هو التدخل الأخير مع بالومينو الكولومبي، وهذه البطاقة لحسين الشاب. إذا المشاهدين الكرام دقيقة أخيرة، ممكن يكون الأهلي يوصل لها، محاولة ووصلت إلى بابا مالك. بابا مالك، كانت الفرصة الأخيرة، كانت اللحظات الأخيرة، كنا نتمنى وما زلنا نتمنى حتى وعلى آخر رمق من هذه المباراة، لكن صافرة البحرين علي حسن أنهت النهاية وأنهت صافرة النهاية. مشاهدينا الكرام، ألف مبروك للشقيق الأخوي القطري، فوز هارد في نادينا النادي الأهلي، النادي الراقي. كنا نتمنى أن نجلب الفوز بعد الفوز بعد العميد وبعد فلاسفة الشرق فارس الدهناء. اليوم الأخوي القطري على فرحة الغائب علي حسن عفيف عن هذا اللقاء، ولفرحة هذا الجزائري جمال بالماضي. مشاهدينا المشهد الأخير
الحزين للجماهير الأهلاوية التي حضرت وتكلفت عناء السفر. فريق الأخويا يفوز في هذه المباراة أول 3 نقاط له في هذه المجموعة الثالثة. مع هذه العيون التي كانت حاضرة مع هذا اللاعب، مع توجيهاته، مشاهدينا الكرام دمتم بألف خير. هارد للنادي الأهلي المباريات القادمة إن شاء الله مع سبهان الإيراني، نتمنى أن يعجل بفوز قريب للنادي الأهلي. شكرا ونلتقيكم إن شاء الله في المباريات القادمة. تقبلوا تحياتي، أنا جعفر صليح. أما الآن مع حديث الطاولة التحليلية مع من يقودها هنا.